السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدريان. هنكمل السلسلة التعليمية اللي احنا عاملينها للمبتدئين والناس اللي داخلة اللعبة جديد ومش عارفين يتعاملوا ازاي ومش فاهمين الدنيا. زي ما قلت احنا هنبدأ خطوة بخطوة، مش هننط خطوات ونقعد نجري والكلام من ده. فاحنا كنا واقفين في آخر الفيديو بتاع الجزء الأول هنا، فهنكمل من هنا. تمام؟ طيب دلوقتي الناس اللي هي لسه داخله اللعبه جديد وعايزه تلفل، تمام، هتختار انه اكونت. انا عايز العب ايه؟ خليني اساعدك واقول لك عايز تلعب ايه. لو عايز تلعب اكونت بترفع في الصحه الحمراء وبيستحمل الضرب وضربته مقبوله مش وحشه قوي، طيب هتختار واحد من الاتنين دول، سواء صيني او اوروبي. تمام؟ لو صيني هيبقى بو، لو اوروبي هيبقى اكس بو او كروس بو. تمام كده؟ طيب لو انت عايز تلعب اي ان تي وحابب الاكونت اللي بيضرب ضربة عالية جدا ومش مشكلة الاتش بي يستحمل والكلام من ده، وهعلي في الصحة الزرقاء، يبقى هما اكونتين برضو برجحهم لك او برشحهم لك. لو اكونت اوروبي هيبقى طبعا ستاف، ولو اكونت صيني هيبقى سبير. هم دول الاربع بلدات اللي تقدر تلعب بيهم، وماسكين العصاية من النص، بيعملوا كل حاجة. بيقدروا يروحوا يموتوا يونيكات، بيقدروا يروحوا ينافسوا على بي في بي ويعملوا حاجات كتيرة قوي. طيب في واحد يقول لي طب والواريور؟ الواريور اكونت جميل جدا وكويس، بس اكونت تقيل، مش حلو في الليفل اب، وكمان مش حلو في اليونيكات، ان هو يقدر يروح ياخد من حد يونيك. انما الاكس بو يقدر وهو ضجر يروح ياخد من حد يونيك عادي جدا. تمام؟ يبقى كده احنا متفقين. طيب في حاجه كنت انا شرحها لكم في البيلد المساعد. خلينا الاول نخش اللعبه. هتعمل اسم ايميل مثلا، اي اسم، ادريانو، اي رقم، 3 مثلا. وبعد كده هنعمل اكونت، مثلا نعمل اي ان تي ستاف ونلبسه كده، وهنعمل كونفيرم. بعض الالعاب لما بتعمل الاكونت بينزل مختفي كده، فانت لازم تعمل له كريت بن وتعمل هنا علامة صح عشان ما تطلعلكش كل شوية تعمل لك مشاكل في البوت. اي رقم انت عايزه اعمله، بس لازم تبقى حافظه عشان لو نسيته هيضيع منك الايميل. هنفترض مثلا ان انا اعمله 4 وحيد. هنا اول ما تعمل لوك بيفتح الكاركتر قدامك، تخش اختار الكاركتر وتنزل زي ما شرحت في الجزء الاول. وفي نفس برضو الطريقة هشرح واكمل الشرح بتاعي، ان الاكونتات المعينة ديت بتبقى اي ان تي، والمعينة ديت اس طار. ما ينفعش تهاول وتلعب مثلا ستاف وتقوم جاي رافع في الصحة الحمراء كده، انت بوظت الدنيا وبوظت الايميل. تمام؟ طيب البيلد المساعد بتاع الويزرد، الويزرد هو اللي هو الستاف، البيلد المساعد بتاعه بيبقى اسمه كليرك. ده افضل بيلد مساعد للستاف. في ناس تقول لي طب ما هو في فلان بيرفع برضه، في علان بيرفع وارلوك. ايوه في كل حاجه، بس احنا بنتكلم دايما على البيلد الاشهر والبيلد اللي كل الناس بتلعب بيه. تمام كده؟ ايه، بنعلى اهون زي ما انتم شايفين، الدنيا حلوه جميله. طيب بعد دلوقتي ما بعلى ايه اللي بيحصل؟ بيجي لي علامه زائد هنا، بضغط حرف السي تطلع لي دي. لو انا بلعب اس تي ار هزود في الاتش بي اللي هي الحمرا دي، اللي هي الاس تي ار. لو اللعبة موجود فيها علامة الصح دي الاوتوماتيك ماشي، مش موجودة هتعلي مانوال عادي. طبعا انا غلطت هنا وعليت اس تي ار وانا بلعب اي ان تي، هي كده الدنيا باظت مني. بس ايه، انا هنا في فيديو تعليمي، فمش هتفرق معايا ان الاكونت يبوظ. بس اكونت ستاف تعلي اي ان تي، اكونت مثلا اكس بو تعلي اس تي ار، اكونت بو تعلي اس تي ار، اكونت سبير تعلي اي ان تي. تمام كده؟ فاحنا الاكونت ستاف هنعلي ايه في الاي ان تي اهو كده.
الدنيا ماشيه حلوه جميله. هنفتح الويزرد نعلي السكيلات عشان في حاجه هنا اسمها جاب دي. بعض الالعاب بتنزل مش معاك سكيل كتير، فما بترفعش السكيلات في ليفلك اول باول عشان تعرف تجيب شويه سكيلات. تمام. انما هنا اللعبه ديت مش بيبقى معايا سكيلات كتير، فبقدر ان انا ايه اعلي كل حاجه مره واحده واعلى بسرعه. تمام. احنا كده علينا الضربات بتاعتي اهي، احطها تحت هنا كده في الارقام. وهنا الكليريك اللي هو البيلد المساعد بعليه اهون. طيب انا دلوقتي هنفترض ان انا عايز العب واري اللي هو التو هاندد او الوان هاندد او الدول اكس اللي هي البلاطات، والوان هاندد اللي هو السيف والدرع. هلعب ايه معاه؟ تقدر تلعب معاه وارلوك او كليريك. افضل بيلد الكليريك لانه بيبقى تانكر بيستحمل. تمام. يبقى واريور كليريك. طيب العب ايه مع الاكس بو الاس تي ار؟ افضل بيلد برضه اللي هو الروج والكليريك. ينفع تلعب مع وارلوك؟ ينفع وبيبقى جامد جدا، بس عايز حد محترف يظبط الهدوم يظبط الدنيا عشان يعرف يلعب. ده كده بالنسبة للاكونتات اللي هي الاوروبية. طب الاكونتات الصيني، لو هتلعب بو يبقى هترفع بو فاير والفورس، ولو ينفع ترفع حاجة كمان ارفع في البو اللايت هيبقى كويس. ولو هتلعب سبير اي ان تي يبقى هترفع في الفاير والكولد، ولو ينفع ترفع حاجة كمان ارفع في اللايت. يبقى السبير فاير كولد والبو فاير فورس. تمام كده. طيب نظام الوحوش بقى، اعرف ازاي الوحش اللي انا هضرب فيه؟ بص يا سيدي، موجود 5 الوانات في اللعبة دي. اول لون ازرق، تاني لون اخضر، تالت لون رصاصي، رابع لون برتقاني، خامس لون احمر. انا اقدر اضرب في الوحوش ان ايه؟ الرصاصي، البرتقاني، والاحمر ده على حسب اللبس. لو اللعبه مدياك اوتو كويمب زي ما انتم شايفين كده، انا هضغط ايه يقوم جاي ملبسني هدوم جديده. الهدوم الجديده دي بتبقى قويه، سلاح قوي بيخليني اقدر اروح للوحوش الحمراء من غير ما اموت. انما لو انا مش معايا الهدوم دي وبروح للوحوش الحمراء اموت، لا ما العبش عند الوحوش الحمراء، العب عند الرصاصي او الاخضر بيساعدني ان انا اعلى برضه، لانهم بيموتوا بسرعه، هما بيبقوا ضعاف. انما ما اروحش العب عند الوحش الازرق، لان الوحش الازرق ده مش هيديني اكس بي اكسبيرينس اللي هي بتعادليني عشان ليفل. كل ما بجيب 100% اعلى ليفل، كل ما بجيب هنا 100. يعني بص انا هضرب تزيد، الوحش يموت تزيد، الوحش الجاي اعدي الليفل، عديت الليفل اعلي اس تي ار او اي ان تي، وبعد كده افتح الاس اعلي السكيلات بتاعتي اهو. طول ما انا سكيلاتي في ليفلي تبقى الضربه بتاعتي قويه، سكيلاتي اقل من ليفلي تبقى الضربه بتاعتي ضعيفه. تمام كده. اهو ان البيلد المساعد اللي هو الكليريك معايا. تمام. ضربات معايا اهي كده. الوحش بقى باللون الازرق، عايز اروح للوحش اللي بعده. طيب عايز اروح ازاي؟ بفتح الام، حرف الام بيديني الخريطه بتاعت اللعبه بتاعي. بطلع قدام كده شويه مثلا هتلاقي ايه وحوش هنا ليفل 11 هنا 15 وهكذا. تقدر تجرب وتقدر تروح وتقدر تشوف الوحوش الموجودة ازاي والنظام بتاعها ايه، وتضرب في الوحش تجرب. بس ما تضيعش وقتك، عشان وانت بتلعب الوقت بيبقى محسوب عليك. لما بتتأخر تلاقي ناس تانية لفلت، ناس تانية عليت. فاحنا كده بنروح. انا وصلت ليفل 8، سبت الوحوش الزرقاء ما بضربش فيها، وهروح للوحش اللي بعده اضغط عليه كده، لقيته باللون الاخضر اسيبه عشان مش كل شوية انتقل. لا انا يبقى معايا الهدوم واروح للوحش بتاعي اللي هو في الليفل بتاعي، هبقى قوي، هقدر الفل بسرعة، هيعديني في الليفل بشكل ملحوظ عن الوحش اللي انا هعمله كده. ده مش هيديني تلفيل كويس، لا في وحش تاني
هروح له هلاقيه بيديني تلفيل كويس جدا جدا. تمام، ده كده بالنسبة للليفل اب. تعالوا بقى نشوف في الليفل اب اشغل البوت ازاي واخليه يضرب مؤقتا. اللي هو يعني ايه يضرب مؤقتا؟ يعني يضرب كده على ما اعمل الظبطه الاخيره، لان ما ينفعش في الاس بوت وانا لو ليفل كده ليفل صغير اعمل ظبطه اخيره. ليه؟ لان لو عملت الظبطه الاخيره كل شويه هعوز اعدلها، لان بينزل سكيلات جديده، ضربات جديده. تمام، يلا بينا كده في السريع. هنخش هنا على الخانه بتاعه تريننج، نعمل جيت كورنت دي كده، وتحط له رينج مثلا لو المكان مفتوح تقدر تحط له رينج كبير مثلا 70 او 77، تعمل سيف. طيب هنعمل ايه بقى تاني عشان يضرب؟ هتروح سكيل تحط الضربات بتاعنا. تعرفها ازاي؟ تعرفها من اساميها. لو انت حافظ اساميها ماشي حطها، مش حافظ شوف الاسم. هنحط مثلا الفاير، اللايت ده بالنسبة للشاينيز يعني، وده، وبعد كده نحط له ده. خلاص، نعمل سيف ستوب ستارت ونشوف البوت بتاعنا هيعمل ايه. زي ما انتم شايفين البوت بتاعنا اشتغل لوحده، بيعلى بسرعة، الدنيا ماشية حلوة جميلة، الاكونت شغال كويس. طيب ممكن الاكونت ده يموت؟ ممكن يموت، عشان لازم نخش على السيتنج نظبط الاتش بي والام بي، نعملهم علامة صح كده، ونخلي دي مثلا 80 ودي 70. تعمل سيف ستوب ستارت. لازم الخطوة دي تتعمل عشان البوت يسجل كل حاجة. زي ما انتم شايفين بقينا ليفل 14، الدنيا حلوة جميلة. طيب لو انا عايز البوت كل ما يبقى معاه زرك يضربه، هروح على السيتنج وانزل تحت خالص واقول له رايت اواي وين هي فول، يعني اول ما الزرك يملى، الزرك ده يملى معايا ابقى قوي يضرب. طيب اهون هعمل سيف، هوبا هتلاقي زرك. الزرك زي ما انا ما قلت ان لازم تعمل سيف في كل حاجة، ولو لقيتها علقت السيف تقدر تعمل سيف وستوب وستارت. تمام، في حاجة كمان، يعني ايه زرك للناس اللي هي مش عارفة يعني ايه زرك؟ زرك ده دي قوة حمراء بتجمعها من الوحوش او من البلاير او من اي حد انت بتضرب فيه، واول ما بتتجمع معاك بتخلي الضربة بتاعتك ضعف الضربة العادية اللي انت بتضربها. يعني احنا دلوقتي عمالين بنضرب ب3000، لا لما الزرك يخلص هتلاقي الضربة بتاعتك تنزل للرقم اللي هو 1500 و1000، انما مش هتضرب ب3000. تمام. طيب في حاجة هنا اسمها بارتي. البارتي ده بيسمح لك ان انت تخش مع اصدقائك وتقدر تلعب. طيب ايه الخانة دي؟ خانة البارتي دي، خانة البارتي دي عبارة عن موجود اي اكس بي اوتو شير وايتم اوتو شير. يعني ايه دول؟ لما انا هعمل اي اكس بي اوتو شير يبقى انا كده بقول له يتقاسم معي في الحاجة، في التعليق في الليفل اب، فبيجي لكم تعليق عالية تتقسم عليكم انتوا الاتنين. انت تضرب وحش وهو يضرب وحش، والوحشين انت تعلى وهو يعلى من الوحشين. طيب التانية اللي هي ايتم اوتو شير. ايتم اوتو شير دي اللي هي بتتقاسم معاه الحاجات اللي بتقع من الوحوش، اي حاجة تقع تقسموها سوا، هو النظام بيقسمها سوا. طب لو انا قفلت الاتنين دول كده، ده انت كده عامل بارتي وهمي. يبقى احنا كده قدرنا نفهم البلدات اللي نختارها، طريقة التعلية في الاس تي ار والاي ان تي، والسكيلات بتاعتنا نعليها ازاي، والسكيلات المساعدة. تمام. وانا يعني انا اتمنى والله اقول لكم كل حاجه في فيديو واحد، بس زي ما انتم شايفين الفيديو بيبقى معدي ربع ساعه. يعني انا لما اقول لكم فيديو وتلاقي فيديو مثلا لو قعدت اتكلم عن شرح كامل عن سيلك رود ممكن اعدي مثلا ال5 ساعات فدي حاجه كبيره. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه ونكمل فيه السلسله التعليميه. شكرا، سلام عليكم.